مساء الفل عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض شوية قراقيش فلاحي، ريحتهم كده هتجيب لآخر الشارع، وهقولك ازاي تطلع معاكي لونها في التسوية مظبوط بالشكل ده، وكمان تطلع معاكي هشة من جوه، وكمان مقرمشة ودايبة دوب. يعني هتبقى هشاشة من جوه كده ودايبة في نفس الوقت، ومقرمشة ولذيذة من جدا. شوفوا من جوه هشة جدا ازاي ومفرغة، وهتلاقيها دايبة دوب ومقرمشة وطعمها خطير جدا. حاجة كده مع كوباية الشاي أو كوباية اللبن، حاجة فاخر من الآخر. وعلى طول هنبدأ في الطريقة، وشوف هيطلع لينا كمية كبيرة، وهنعملها بطريقة بسيطة وسهلة جدا وكمان سريعة. يعني انت هتعمليه مش هياخد معاكي أي وقت، وهقولك على كل المعلومات اللي تخليها ناجحة معاكي 100%، حتى لو أول مرة تعملي. أول حاجة معايا كيلو من الدقيق. بجيب كوباية الا ربع مية دافية، بحط عليها معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وادوبهم مع بعض. بركنهم كده على جنب، وبعدين بجيب الدقيق بحط عليه 4 معالق كبار من السمسم واقلبهم فيه. السمسم محمص، 4 معالق كبار من السمسم محمص عشان يديله ريحة حلوة وطعم حلو. بحط كوباية من الزيت، وجنبية كده في نفس الكوباية جبت كوباية مية دافية وحطيت عليها نص معلقة من الملح، وبدوب الملح في المية. وبعدين بقى باخد الزيت كده في الدقيق واقلبه كويس، وهبسه على ايديا الزيت في الدقيق، بحيث ان الزيت يدخل في كل حبيبات الدقيق، يبقى مغلف كل حبيبات الدقيق. هدخل كده الزيت كله في الدقيق، وبعدين هرجع لكم تاني بعد ما دخلته تحسيه كده ان هو شبه حبيبات الرمل. شوف الخميره تفاعلت معايا ازاي وعملت فوم كده، الخميره تمام معايا جدا. بحطها بقى، وبحط كمان كوبايه الميه الدافيه دي، وبجيب كوبايه ميه تانية وهنزل بيها تدريجيا. ببتدي اعجن بقى وهنزل بالميه تدريجيا. اتمنى بس ان انتوا تحطوا لي لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهات الجديده، وشير للفيديو عشان الكل يستفاد معاه. هفضل اعجن بقى، يعني ايه، لحد ما دي يختفي. انا مش بعجن كتير، ما تعجنيش فيه كتير. القراقيش ما يتعجنش فيها كتير عشان ما تعملش عرق معاكي، وفي نفس الوقت ايه تديكي تبقى دايبه. فانت ما تعجنيش كتير، هو مجرد من الدقيق يختفي بس كده وتمسك نفسها، خلاص كده بوقف عجن وخلاص. على كده يعني بالشكل ده هشوف تحس العجينه يعني ايه، مجرد ان انا لميتها بس. وقوام العجينه بيبقى وسط، ولا هي ناشفه قوي ولا هي طريه قوي، يعني قوام وسط. وبسيبها بقى تختمر. شوفوا العجينه، عشان انا ما عجنتش فيها كتير، تحسيها ان هي اصلا دايبه من قبل ايه ما تعملي من قبل ما تعملي القراقيش نفسها. طبعا انا بسيبها تختمر لحد ما يتضاعف حجمها، بكون مغطياها وبسيبها تختمر لحد ما يتضاعف حجمها. وبعد ما بيتضاعف حجمها باخد قطعه قطعه بالشكل ده واشكلها. بعمل رول بالشكل ده، وببططه بايديا او بنشابه بالشكل ده. واجيب ميله كده واقطع بالسكينه، يعني بميله واقطع بالسكينه، ما بقطعش عدل، بقطعها بتبقى ايدي مايله شويه وانا بقطع القراقيش. هوريكي سمكها دلوقتي، هو ما تخليش سمكها تخين قوي لان هي لسه بتختمر تاني في الصواني، فهيتضاعف حجمها. ده السمك بتاعها. وبعدين بقى برصها في الصواني ما بدهنها، مش بدهنها اي حاجه، لان هو يعتبر فيه كميه من الزيت. ما تقلقيش مش هيلزق، والعجينه ما هياش طريه عشان تلزق منك. فانتي بترصيه في الصينيه من غير دهن اي حاجه خالص.
هعمل واحدة معاكم كمان. بجيب قطعة من العجينة والفها رول بالشكل ده، وبعدين ببططها بايديا بالشكل ده او بالنشابة، بديها فردة بسيطة كده واقطعها بميلة بالسكينة بالشكل اللي انا وريتهولك دلوقتي. اظن مفيش اسهل من كده. العجينة بسيطة ومفيهاش مفيهاش مقادير كتيرة، وفي نفس الوقت احنا يعني عملناها اقتصادي خالص بشوية يعتبر مية وزيت، وعملنا احلى قراقيش وطلعنا كمية كبيرة وحاجه كده في البيت نظيفه وجميله جدا. طبعا انا قطعت كل الكميه بالشكل ده، وبسيبها تختمر في الصواني مره كمان عشان يتضاعف حجمها في الصواني وتبقى هشه ودايبه معايا. فبسيبها في الصواني تختمر مره كمان لحد ما يتضاعف حجمها. يعني انتوا لو هتلاحظوا دلوقتي ان العجينه منفوخه وهي متقطعه. شوفوا خلصت كل الكمية وبسيبها تختمر لحد ما يتضاعف حجمها، وبعدين بقى ببتدي اسويها. شوفوا طلع معايا كمية كبيرة ازاي. بدخلها الفرن على درجة حرارة هادية خالص 140 في الرف اللي من تحت، وببقى مولعة فوق وتحت وبالشكل ده. واول ما بيستوي من تحت بطلعه فوق. لو عندك الفرن بيولع فوق تحت فوق بس او تحت بس، فانت بتولعي من تحت، واول ما يستوي من تحت بتطلعيه فوق بالطريقه دي التسويه المظبوطه. المفروض ان هو بتبقى على نار هاديه خالص عشان يطلع معاكي هش ودايب ولونه حلو بالشكل ده، فبيبقى النار هاديه خالص. دي التسويه المظبوطه للقرقيش عشان يطلع معاكي لونها حلو بالشكل ده وهشه ودايبه ومستويه وجميله جدا، وريحتها فعلا خطيره جدا. شوفوا شكله مطلع معايا كميه كبيره جدا هوريها لك دلوقتي. والقرقيش كده منفوخه معايا وهشه من جوه ودايبه فعلا دوب. شوف الكميه ده اللي في الطبق غير اللي انا في الصينيه. يعني حاجه بسيطه كده تعمليها في البيت، سهله جدا ان انت تعمليها وبسيطه، احلى ما تشتريها من بره غاليه خالص، وفي نفس الوقت مش هتبقى بطعامه اللي انت بتعمليها في البيت. شوفوا هش من جوه ازاي. فعلا هش ودايب. اتمنى الكل يجرب الطريقه يرجع يقول لي ايه رايه في التعليقات فيها. واتمنى ان انتوا تحطوا لي بقى لايك للفيديو. اللي لسه معايا في الفيديو لحد دلوقتي حط لي لايك للفيديو وشير للفيديو، لو ما اشتركتيش معايا في القناه اشتركي وتفعلي الجرس على الكل عشان ينزل لك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها الجديده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وباي باي في فيديو جديد. شوفوا هشاشه خطير جدا. باي باي.